السلام عليكم، ازيكم؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. تعالوا النهارده نعمل مع بعض الستريبس بطريقه سهله وبسيطه، وكمان بكفر ثابت وطعم حلو جدا زي بتاع بره. يلا بينا نشوف المقادير بتاعتنا ايه. في الاول معايا نص كيلو من الصدور المخليه بس عظم، وانا هقطعها زي ما انتم شايفين كده. التقطيع طبعا اللي تحبيها وترتاحي لها. الأول أنا وريتكم الحتة اللي بتبقى ورا في الصدر، اللي هي الفيليه أو الموزة زي ما بيقولوا عليها. هي دي أصل الستريبس، لأنها بتبقى طرية وحلوة كده. لكن ال عموما الصدر بيبقى ناشف شوية، فعايز أي حاجة معاه علشان تطريه. فاحنا النهاردة هنستخدم شوية بقى حاجات كده منكهات حلوة، لكن مش هستخدم بودرة الثوم خالص ولا بودرة البصل. والمقادير اللي معايا: معلقة صغيرة من الفلفل الأسود، معلقة صغيرة من البابريكا، ومش هاستخدم البهارات نهائي، مفيش بهارات خالص بتتحط على الستريبس. احنا عايزين نحافظ على طعم الفراخ تبان وتبقى حلوة. كمان معايا بضاية، ومعايا مية بصلاية كده حلوة، وهبشرها وهاخد المية بتاعتها. تمام. دي اللي هتخلي طعم الستريبس في حتة تانية خالص، طعم حلو وريحته حلوة جدا. بس كده أنا تبّلت الستريبس معايا أو الصدور، وهاحط عليهم طبعًا معلقتين الزبادي أو كوباية الزبادي دي، علشان خاطر تطرّي معايا باقي الصدر. لإن طبعًا القطعة اللي هي الموزة دي بتبقى طرية ومش محتاجة أي حاجة تطرّيها. لكن طبعًا إحنا لازم نستخدم يا لبن رايب عفوًا، يا إما ال الزبادي. تمام كده. بعد ما تبلت بقى الستريبس هاحطه في التلاجة، يقعد بقى ساعة أو ساعتين. لو مش مستعجلة عليه تبليه من بالليل وتاني يوم اشتغلي فيه. معايا هنا في الدقيق ده حطيت معلقة كبيرة من النشا، وحطيت كمان معلقة كبيرة من الكاري. الكاري ده حلو جدا، كاري هندي عندي طعمه حلو قوي وريحته حلوة. تمام، يعني لما تجيبوا الكاري هاتوه ريحته حلوة وطعمه حلو. تمام كده. وكمان معايا يعني نُص معلقة كده من البابريكا، وشوية فلفل أسود، وواحدة من المرق، طبعًا دي حسب ما أنتم عايزين. وهنا طبعًا أنا عملت الدقيق بالتوابل. وبعد كده معايا بقى الطبق ده فيه مَيّة، هاحط الستريبس الأول في الدقيق، وبعد كده أنزّله في المَيّة. المَيّة دي ما فيهاش أي حاجة خالص. بعد كده هابتدي إن أنا أرجّعه تاني الدقيق، يعني مرّة دقيق ومرّة مَيّة وبعد كده دقيق. تمام. وهانفّض كويس أوي الستريبس عشان طبعًا يدّيني التعريجة اللي إحنا متعودين عليها للستريبس. هنا عندي الطاسة دي على النار، فيها زيت غزير، وتحت النار بتكون هادية في الأول، ولكن الزيت سخن. تمام. أول ما بنحط الستريبس عشان نعمل له تشوك كده، ما يتهريش بقى الcover وينزل في قلب الزيت لو هو بارد وحطينا الستريبس. تمام. فلازم الزيت يكون سخن وتحته النار هادية. بعد كده لما نبتدي بقى نشوف الستريبس معانا ابتدى ان هو الكفر يلم كده على نفسه وياخد لون خفيف خالص، نبتدي ان احنا نعلي النار نخليها وسط عشان برضو الستريبس يستوي معانا. خطوة كمان مهمة هنا إن إحنا أول ما نعمل الستريبس في الدقيق نطلّعه على طول نحطه في الزيت. ما ينفعش خالص إن إحنا نحطه في طبق أو في صينية ونركنه في التلاجة مثلًا عقبال ما نخلّص حاجة وبعد كده نقليه، لإن هيبطّط معانا من ناحية وهيبقى مكرمش من ناحية، فهيبقى شكله مش حلو زي ما إحنا متعودين عليه. تمام. أول ما ياخد اللون الحلو اللي إحنا عايزينه، هنطلّعه بقى من الزيت ونحطه في مصفى أو مثلًا على شبكة عشان بس يصفّي شوية الزيت اللي بيبقوا فيه، وكمان يفضل مقرمش وشكله حلو. شايفين الجمال والحلاوة؟ طعمه تحفة. البصل طبعًا مدّي للفراخ طعم حلو وريحة حلوة كمان. أول ما بتفتحيها كده ريحتها بتبقى روعة. كمان الcover ثابت ومقرمش جدًا زي ما أنا سمّعتكم كده الصوت، حلو أوي، أوي. شايفين الجمال؟ حلو جدًا، جدًا ومستوي وواخد وقته في التسوية، وكمان الcover بتاعه ثابت وريحته حلوة جدًا. جرّبوا الوصفة دي هتعجبكم أوي إن شاء الله. نسكت بقى؟ لأ طبعًا. كان عندي عيش تورتيلا في الفريزر،
عملت تاني يوم باللي اتبقى ساندوتشات، كانت طعمة جدًا، عندي موتزاريلا وعندي كمان كان مايونيز وشوية جرجير، حطيتهم كده في الساندوتش وعليهم قطعتين من الستريبس ولفيت العيش وحطيتهم على الجريل، بصراحة طعمه كان تحفة جدًا مع شوية المخلل الحلوين دول، تحفة جدًا، جدًا. وبس كده يا حبايبي، أتمنى يكون الفيديو عجبكم واستفدتوا منه ولو بحاجة بسيطة. جربوا الوصفة وقولوا لي رأيكم. شكرًا على حسن المتابعة لو لسه معايا لحد هنا، وأشوفكم على خير إن شاء الله في فيديو جديد.